السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. وصفة النهارده وصفة لذيذة جدًا، وصفة كده ترطّب على قلبنا، وصفة طبعًا الصيف والجو طبعًا حَر، وصفة جميلة وسهلة جدًا وطعمها بصراحة يعني حكاية. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقادير سهلة جدًا وهاقول لكم على كذا فكرة فيها. معايا بسكوت أو معايا كيكة اللي عندِك يعني. بسكوت أي نوع بسكوت عندِك بتحبيه، بسكوت شوكولاتة، بسكوت أي نوع بسكوت أنتِ بتحبيه أو متواجد عندِك ضيفيه. طبعًا الكمية حسب عدد الأطباق اللي هتعمليها، عندِك كيكة بواقي كيكة فانيليا أو شوكولاتة أو أي نوع كيكة برضك هتنفع في الوصفة. طبعًا هنضيف معلقتين زبدة، أنا ضِفت زبدة على سمنة، ضيفي زبدة بتبقى طعمها خفيف جدًا في البسكوت، هتضيفي معلقتين بس كبار. على الكمية اللي هي 5 بواكي بسكوت. طبعًا هنضربهم في الكبة ضرب ناعم خالص لحد ما ينعم معايا، وبعد كده إيه، هامسك البسكوت كده في إيدي يتجمّع في إيدي وبعد كده يتفرفت عادي، لإن ده القوام ده بيبقى مضبوط سواء في الcheese cake أو في الطواجن يعني عامةً. برضك عندِك كيكة هتنفع ما فيش أي مشاكل. طبعًا هاضيف البسكوت في الأطباق بتاعتي واضغط عليها كويس جدًا بأي حاجة بمعلقة بأي حاجة. بس كده وطبعًا هنعمل الطبقات التانية. الطبقات التانية سهلة جدًا، هنعمل بودنج المانجا أو مهلبية المانجا. هاجيب مثلًا منج 2 مانجا كبار أو 3 صغيرين. هنا مانجتين بس كانوا كبار، كانوا متفرزنين عندي في الفريزر. بس هاقطعهم وهاضربهم في الكبة. هاجيب نُص كوباية مَيّة، هاضيف عليهم 3 معالق كبار نشا، ومعلقتين كبار حتى النشاد الكريم شانتيه وقع مني وأنا باضيفه، ومعلقتين كريم شانتيه. بس كده وهاضيف على إيه، على عصير المانجا، وهاضيف معايا 3 معالق سكر. هنا دُقتها احتاجت سكر معايا 3 معالق تاني، فالسكر هنا حسب الرغبة. لمّا أنا ضِفت ال3 معالق وقلّبتها وعلى النار دُقتها يعني لقيتها لأ محتاجة سكر تاني، فهنا احتاجت معايا أنا 6 معالق. ممكن طبعًا تحتاج معاكِ أنتِ 7، ممكن يعني حسب الرغبة، السكر هنا حسب الرغبة. طبعًا هاقلّب إيدي طبعًا مش هتسيب التقليب، تقليب مستمر علشان إيه، القوام يطلع معايا كريمي وما فيش حاجة تتكتل معايا. طبعًا هاقلّب القوام ده المانجا كويس جدًا، جدًا. عايزة تضيفي معلقة لبن بودرة عادي يعني براحتك عادي، ممكن تضيفي كمان معلقة جبنة كيري. فبس يعني إضافات كده معيّنة كده بتحسّن الطعم أكتر يعني، هي طعمها حلو جدًا، جدًا. طبعًا استنيت لمّا مهلبية المانجا أو البُدنج ارتاح خالص وبرد معايا شوية، ضِفته على الإيه، على طبقة البسكوت. طبعًا هاستنى برضك هاركنها على جنب وهاعمل معايا إيه، طبقة الجيلي. هنا كيس جيلي مانجا، هاضيف معاه معلقة سكر عشان الطعم يضبط معايا، يعني يبقى الطعم مضبوط معايا. هاضيف في الأول نُص كوباية مَيّة مغلية، وهاقلب كويس لحد الجيلي ما يدوب معايا تمامًا، وبعد كده هاضيف نُص كوباية تاني مَيّة إيه، متلجة، مَيّة ساقعة يعني. بس كده وصفة سهلة جدًا بس صراحة طعمها حلو أوي، أوي، بترطّب كده إيه ولذيذة في الحَر. طبعًا هاضيف الجيلي على قطع المانجا، أنا مقطّعة عندي مانجاية، دي مانجاية واحدة بس. طبعًا المانجا اللي أنتِ بتحبيها، طعم المانجا اللي أنتِ بتحبيه هو اللي إيه، هتستخدميه في الوصفة دي. أي مانجا بقى نعومي، صديقة، زبدية، بس نوع المانجا لمّا يكون نوع حلو طعمه حلو يعني هتفرق معاكِ طبعًا في الوصفة. بعد ما قطّعت المانجا مكعبات، هاضيف عليها إيه، الجيلي اللي هو جيلي المانجا. بس كده هاسيبها بقى في التلاجة لمدة 3، 4 ساعات، كل ما سِبتيها طبعًا تسقع أكتر هتحصلي على نتيجة إيه، أفضل طبعًا. بتبقى ساقعة وبترطب كده إيه، وطعمها يعني طبقات كده جميلة مع بعضيها متناسقة وطعمها حلو أوي. جرّبي الوصفة، وصفة لذيذة جدًا، جدًا، جدًا في الحَر. طعمها حرفيًا هتعجبِك جدًا، واللي يجرّب الوصفة يقول لي. فضلًا منكم طبعًا مش أمر، أحلى لايك منكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان عيلتنا الجميلة دي تكبر بيكم يا رب. وبس واكتبوا لي في التعليقات أكتر وصفة عجبتكم لحد دلوقتي من الوصفات اللي أنا بانزّلها إيه. ربنا يحسن ما بين إيديكم، وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة. مع ألف، ألف سلامة يا أجدع ناس، مع السلامة.